انا عندي ابني ما بيحبش الخضار خالص نهائي. ابنك عنده قد ايه؟ عنده 5 سنين. 5 سنين. بياكلش اي خضار خالص؟ ما بيحبهاش اصلا، يعني ولا خيار ولا فلفل الوان، حتى ده طعمه مسكر الاطفال كلها بتحبه. ما بيحبش الخضار اصلا. طيب بص انا هقول لك على حاجه. اولا لازم عشان تشوف او تخلي ابنك يحب فكره الخضار لازم انتوا تكونوا كاسره او كعيله بتاكل خضار اصلا. يعني ما ينفعش ان انت تكون ما بتاكلش سلطه ولا مراتك ما بتاكلش سلطه فالولد لا شايف باباه ولا مامته بياكلوا سلطه وعايزه ياكل سلطه. حاول انك انت تقدم له الطبق بتاع السلطه في شكل الوان، يعني بلاش تقطع له كده خيارتين وبتاع، لا حاول تخلي الطبق بتاع السلطه اللي هتقدمه لابنك مع الوجبه يعني لو في الفلايه ما تقطع نصين احمر واصفر واخضر، ده هيبقى بالنسبه له ملفت. نجيب الكرنب الاحمر، نجيب الخيار مثلا والطماطم نقطعها كده في شكل دواير او بيبقى فيه قطعات كده ليها اشكال بتلفت نظر الاطفال قوي. عارف بقى ممكن تعمل ايه كمان؟ ممكن تقول لمامته ان هي تحط له الخضار ده في قلب البروتين بتاعه. يعني مثلا هو اكيد بيحب المكرونه البشاميل، اكيد بيحب الكفته، تقوم جايه هي بشره الجزر او بشره الكوسه او بشره الخضار اللي هو مش بيحبه او مش بيستصيغه قوي في الاكل في وسط اللحمه المفرومه او في وسط الكفته دي، وصدقني عن تجربه الاطفال مش تاخد بالها ولا هتطلعه من وسط الاكل، هيتحط في وسط الكفته، كفته اللحمه او كفته الفراخ او في المكرونه اللي هي البشاميل او حتى لو عصقت لحمه مفرومه وحطيت فيها الخضار ده كله ولا بيبان، وكده انت حليت مشكله ابنك. حاول دايما تحبوه في طبق السلطه، يعني اديله كده ريورد بسيط، لو اخلت الفلفل الاحمر ده انا هجيب لك مثلا حاجه انت بتحبها، فبالتالي هو هيتشجع لما يلاقيك كلكم بتاكلوا سلطه وبتاكلوا خضار في كل وجبه من وجباتكم، صدقني هيعمل كده. وبهاتوا معاك المره الجايه وانت جاي السيشن الجاي ان شاء الله. ماشي يا محمد. ماشي.